يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله وصفتنا من أطيب الوصفات. رح نعمل معكم الكريب الحلو بطريقة كتير سهلة وبسيطة. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. يلا ناخد المكونات عشان نعمل الكريب. عندي كاستين من الطحين، وأربع بيضات، 3 ملاعق كبار من السكر، 50 جرام من الزبدة، كاستين ونص من الحليب السائل، إذا ما عنا سائل المية وبنحل فيها البودرة، وعندي ملعقة صغيرة من الفانيلا، ملعقة صغيرة، نص ملعقة صغيرة من الملح. نبلش بطريقة التحضير. عندي أول إشي البيض، وراح أضيف السكر عليهم والفانيلا، وراح أخلطهم مدة 5 ل7 دقائق حتى يصير معي لون البيض أصفر فاتح. هلأ بتشوفوا كيف معي راح تكون النتيجة. بتمنى انها تنال الوصفة اللي عجبكم. هي هون عندي البيض صار جاهز. طبعا البيض لازم يكون بحرارة الغرفة. هلا راح اضيف الملح والزبدة وراح اخلط. بنكمل خفق جميع المكونات حتى تتجانس معنا الزبدة مع الخليط، مع البيض والسكر والفانيلا والملح. وراح نضيف الحليب وبرضه نخفق جميع المكونات. وبضل علينا الطحين راح نضيفه بالتدريج، اما على مرحلتين او على 3 مراحل. انا هون ضفته على 3 مراحل. هيضل عندي المرحلة الاخيرة، الجزء الاخير من الطحين. راح نضيفه بهذا الشكل ونكمل خفق لحتى يختفي معنا كل الطحين وما يكون معنا اي تكتلات. وراح اترك عجينتي ترتاح مدة ربع ساعة لنص ساعة قبل القلي. هون حميت المقلاي وراح ابلش بقلي الكريب. هاي عندي اول واحدة. النار لازم تكون متوسطة. وصفة ولا اسهل ولا اروع. هلا كيف بعرف انها استوت؟ بالحواف بتاخد لون ذهبي، وعندي ال- الفقاقيع اللي طلعت منها هاي برضه يعني بتثبت لي انها استوت. وبقلبها على الوجه التاني. وهي الكريب هون صار معي جاهز. شوفوا ما شاء الله النتيجة. راح نبلش إن نحشي الكريب. هلا عندي للحشي عندي شوكولاتة سائلة، حطيت عليها ملعقتين من الزيت النباتي وسيحتها في الميكروويف. وعندي موز، عندي فراولة. ال الحشي الكريب اختياري اللي بدكم اياه، يعني بدكم موز، بدكم فراولة، بدكم تنتين مع بعض عادي ما بتفرق. هلا عندي هون الموز، حطينا الشوكولاتة، عندي الموز، وراح احط فراولة، وراح نلفها رول بهذا الشكل. بهذا الشكل بنلفها مظبوط. وهيك صارت عنا اول واحدة جاهزة. راح نكمل باقي الكمية. هلا عندي الشكل الثاني اللي هو مثلثات. راح ادهن بالشوكولاتة. بتاخدوا طعم ولا اروع. شايفين ما شاء الله. وصفة بجد شهية، الكبار والصغار راح يحبوها. هلا عندي راح اوزع الموز على طرف الكريب. راح نقلبها، ايوه اول جزء. وهلا راح ادهن كمان شوي من الشوكولاتة على طرف الكريب.
وراح نضيف الفراولة. طبعا الحشوات هاي عندكم اختياري، ممكن تخلوها شوكولاتة سادة، عرفتوا. وهي هون قلبنا الطرف الأخير وهيك صارت معاي جاهزة. رح نعمل معكم كمان وحدة هون عشان تكون مبينة معكم بالفيديو. راح أحط كمان مرة شوكولاتة. وهي هون عندي صارت جاهزة. هلأ هون عندي راح أجهز لوردات الكريب. عندي هاي القطاعة حجم متوسط، راح أقطع فيها شكل دوائر حتى نعمل وردات الكريب. عندي هون صحن جبت فيه بعد ما قطعت الكريب، وراح أبلش أصفهم. شوفوا معاي كيف بالفيديو إني أنا بصف الكريب عشان يكون واضح معكم. صارت عندي بهذا الشكل الجزء الأول جهز. هلأ بدنا نجهز طل اللي بالنص الجزء الثاني لحتى ناخد شكل الوردة. وهون بلشت ألفها على بعض لحتى أخد شكل الوردة. وهي هون صارت جاهزة معي. شوفوا ما شاء الله النتيجة. عندي كمان شوكولاتة للتقديم، عندي موز، عندي فراولة، هون جبت شوكولاتة عندي من الشوكولاتة حطيتها بكيس الحلويات وحطيت على الوجه. ممكن انتو تحطوا حشوات اللي انتو بتحبوها، بيستاشيو، حشوات الأوريو، حشوة اللوتس اللي انتو بتحبوها. طبعا هذا ذوق شخصي برجع لكم. وهي هون وصفتنا صارت جاهزة، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها واكتبوا لي بالتعليقات رأيكم. نشوفكم بوصفة جديدة وبحلقة جديدة. يعطيكم العافية.